السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة نشاط جميل جدا جدا مناسب للحضانات، وسهل ومش مكلف، وفي نفس الوقت ما بياخدش وقت، وشكله لذيذ، وكمان هو مناسب للشتاء عشان البتاعة اللي فوق دي. العيون دي جاهزة. هوريكم بقى الخامات اللي احنا استخدمناها والحركات والحاجات كلها اللي احنا محتاجينها اصلا علشان نعمل النموذج اللي قدامكم ده. عايزه اقول لك اصلا انت ممكن تعملي كميه كبيره جدا، مش هتاخد منك ساعه. لو جهزتي القصاقيس والحركات الصغننه دي هتجهزيها على طول ومش هتاخد منك اي وقت خالص. يلا بينا بقى على الخامات بتاعتها هتلاقوها موجوده في المكتبات، او الناس اللي بيبيعوا المستلزمات اللي هي بتاعه الاكسسوري، او هتلاقوها في حاره اليهود في العتبه، وفي برضو بتجات على الفيسبوك بتبيعها. اول حاجة اساسية معانا اللي هنعمل عليها الجسم بتاعنا خافض اللسان. ده موجود، هتلاقوه في الصيدليات برضو عند الناس اللي هم بيبيعوا مستلزمات اعياد الميلاد، الاطباق والحاجات دي. ده اللي هو الخافض العريض، ده اللي هنعمل منه زي ما قلت لكم الجسم. العيون دي بقى هتلاقوها برضو في المكتبات. هنحتاج عينتين المقاس الصغير علشان تيجي على الخشبة، والبتوعات الصغننه الكور الملونه دي، عارفين اللي هي بتاعت بسنت ودياستي، الكور اللي هي الصغنطوطه دي. ممكن على فكرة انتوا تعملوها بأي حاجة تاني، لو الخامات دي مش موجودة برضو ممكن تعملوها بالفوم، ممكن تعملوها بورق الكانسن، يعني ليها كذا حاجة، مش شرط تعملوا بنفس الخامات اللي انا جايباها. ممكن تدبروا بأي حاجة موجودة عندكم او متوفرة عندكم. البتاعات دي برضو اللي هي بتاعة التوك والحاجات دي، حاجة كده طويلة بسلك وملفوف عليها حاجة كده عاملة زي فرو كده. انا اخترت اللون الفوشيا، اللي هو الشريط الطويلة دي الفوشيا. وكل ده بقى هنجمعه ونلزقه بمسدس الشمع. وده ورق كروشيه بيتباع برضو، الفرخ منه هتلاقوه ب5 جنيه. انا عاملة منه قصاقيس كده، عندي كولر كده وعاملاها قصاقيس بحتاجها لكذا حاجة، بظبط بيها الدنيا، يعني بتبقى حلوة قوي وبتنفعني في حاجات كتير. دي بقى ورق كانسن. القصاقيس ما برميهاش، لازم نستغلها يا جماعة، لازم نستغل كل ثغرة عندنا. مقطعاها كده دوريات صغنططه، دي اللي هي الزراير. واي كاندي بقى موجوده عندك، سواء بقى مارشميلو، سواء بونبوني، سواء تشوكلت، اي حاجه موجوده عندك هتحطيها تحت، هتبقى كانها هي دي الرجلين. الحاجات دي بتبقى لذيذه قوي وممتعه بالنسبه للاطفال. اول حاجه هنعملها هي الراس. انا هعملها زي حلزونيه كده فوق من فوق، واظبطها هتبقى زي شكل الكاب كده. بسيطة جدا عملنا حاجة ممكن تفرح الولاد، سواء كانوا في الحضانة او ولادنا لو عايزين نعمل لهم مكافآت كده وحاجات جميلة وبسيطة نفرحهم بيها. مش لازم تعملي بنفس الخامات اللي انا استخدمتها في الفيديو بتاع النهاردة، ممكن تقدري توفري لهم حاجات بسيطة وخامات موجودة عندك في البيت، مش لازم تشتري الحاجة مخصوص. ده كان موضوع الفيديو بتاع النهاردة. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، كمان تفعلوا الجرس عشان يوصلكم نوتيفيكيشنز بكل الفيديوز اللي انا بنزلها. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.
the day I met you. I forget just why I left you. I was insane.